افترس الأسد فامتلك الغابة، وأسرع الفرس فركبه الملوك، ثم تبلد الحمار فركبه العبيد. السلام عليكم شباب، صحة لاباس، في أمان الله، طيب الأحوال. شباب اليوم إن شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الموضوع جديد، موضوع ديال الساعة، هو أنك كيفاش تحيد العجز. كيفاش تحيد العجز بكل بساطة. كاع الشباب كيدوزوا الخاص كيسولوا الطلبة التلاميذ ديالي كيسولوا على أساس أستاذ كيفاش نحيدوا العجز، كيفاش نحيدوا العجز. صراحة الله مسألة كيفاش تحيد العجز ما كاين زعما، يعني كلنا يعني نجد ذلك الفتور، كاملين فينا العجز. فراه ما كاينش شي حاجة فيها جوج معلقات في الصباح ولا ندقوا شي برا ولا نشربوا شي فانيدات في ظرف اسبوع انني غنولي تولي عندي الصدق ديال ابا بكر، ولا الهمه ديال عمر، ولا الحكمه ديال علي، ولا العفاف ديال سيدنا عثمان. لا، ما كاينش هذا الشيء اطلاقا. ليس المطالب بالتمني، فمن لم يشتهي صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. شوفوا يا شباب، مساله العجز اول حاجه خصك ديرها، وان الانسان ملي يكون فيه شي مرض عضوي بكل بساطه فين كيمشي مريض، بكل بساطه خصو يمشي عنداش، خاصو يمشي يدير تحاليل، خاصو يمشي يدير راديو، يدير ديزاناليز باش يعرف يشخص الداء ديالو، باش يدي عند الطبيب ويقول ليه ها هو المرض اللي فك، فراه خاصك اما دير اوبيراسيون وبيان راه خاصك تاخذ هاد الدواء الى اخره. الفتور ولا العجز بكل بساطه راه الوحيد اللي يقدر يعالجك وهو ذاك الشخص اللي شفتيه في المرايه غتعرفوا شكون. بكل بساطه ثق بيا ان مساله العجز كيخصها تشخيص، انك تجلس مع راسك انت اولا وتشوف راسك انت فين كيبان لك انك ضعيف، تدرك تماما الادراك. قلبوا على شنو كنعني بالادراك. تدرك تماما ان راه ما كاينش شي واحد يقدر يحيد العجز الا انت. اول حاجه خصك ديرها هو انك خصك تقلب على واحد الفكره، تولد فكره، تكري واحد الفكره، انك تعرف كيفاش تلقى راسك فاش في المنطقه اللي كترتاح فيها، توصل راسك لدرجه الشغف. اشنو هو الشغف؟ كيف ما كنعرفوا في الايه، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الشغف بكل بساطة هو أنك خصك توصل لدرجة الهوس، أنك أنت هو الوحيد اللي تقدر أنك تغير حياتك. ما كاينش شي واحد في الدنيا يقدر يغير واخا فك ولو 0.01 إلا أنت. بمعنى خاصك تقلب على اشنو هي الحاجة تقدر ديرها. شوف، قلب على سقف الممكن، ما تقلبش على سقف التطلعات. شنو كنعني بسقف الممكن؟ وانك انت في هاد الظروف، في هاد السن، في الوسط اللي كتعيش فيه، بامكانياتك اشنو تقدر دير. خدم بالممكن ونسى المستحيل، لان الشباب كيسحبوا بان باش نحيد العجز خاص تجي شي حاجه من السماء، ولا شي واحد غادي يجي يولي يشد ليا من يدي وغيجرني باش انني نقدر نوصل لداك الشيء اللي بغيت، حتى انا نولي واحد الانسان اللي نقدر نصنع شي حاجه في الحياه. لا، راه انت وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. بمعنى انت الوحيد اللي تقدر انك اشنو دير، تخرج راسك من هاد كنسميه انا مرض ديال العجز. انك انت تقلب على البيئه، تقلب على وسط، تقلب على صحابك، تقلب على الناس الايجابيين، ولا انك هذه اهم كلمه الا فهمتيها اليوم ثق بيا انك انت ما تبقاش عندك هذه الاشكاليه، وانك تقلب على الحافز. اشنو هو الحافز؟ الحافز بكل بساطه هو المحرك الاساسي لتحقيق الهدف. بمعنى الا جيت عندك اليوم وقلت لك بغيتك تجيب لي 10000 درهم غدا مع 8 الصباح، تقدر؟ ممكن؟ تقول لي هذا تسطى، واش انا تنقول لي انا معكاز ما قادر ندير والو في حياتي، وانت كتقول لي جيب لي 10000 درهم. واخا نبقاو بنفس الامكانيات، الا قلت لك شوف معايا ما بغيتيش غنشد اعز واحد عندك في الحياه، وربما الام ديالك، وربما ولدك، شي واحد اللي عزيز عليك ما تقدرش تعيش بلا بيه، واخا غنطلعوا لاكبر قمه جبليه في المغرب، وعندك 24 ساعه. الا ما جبتيش ليا 10000 درهم غادي نلوحوا من هذه القمه، غادي نلوحوا. بكل بساطه شنو غادي دير؟ تجيب 10000 درهم ولا ما تجيبهاش؟ غدير كل ما اوتيت من قوه، غتعيط لصحابك، ما غتنعش، غدير جهدك كله وتسلف وتكلف، غتحس براسك بانك واحد العملاق لداخل غادي ينوض باش انه يقلب على ديك 10000 درهم. علاش؟ لانك انت خصك تنقذ اعز واحد في حياتك اللي هو الام ديالك. علاش؟ شنو الفرق ما بين الاولى والثانيه؟ وان الثانيه حطينا لك حافز دافع اللي يخليك انك انت كيفاش دير هذه الحاجه اللي هي الام ديالك باش تنقذها. راه نفسها انا كنشوفها نفسها، راه كندوي معاك من خلال تجربه، والله
وما لقيتي الحافز ولا الدافع ولا المحرك الاساسي اللي غيخليك انك دير شي حاجه وتموت على قبلها، والله اخويا ما غادي دير شي حاجه. ثق بيا ما غادي دير والو. يعني اليوم قبل ما تنعس حاول ما امكن تقلب على اشنو هو الدافع وشنو هو الحافز اللي خلاك انك انت ما تبقاش. ما تقولش لي لا حقا ما لقيتش خدمه، لا انا ما بقيتش غنقرا. بالاخص الشباب اللي عندهم البكالوريا ولا يقول لك لا ما كاينش، لا ما صافي انا ما قادرش، كنحس بشي راحه. شوف راه شحال من واحد تيقول لك راه كاينه شي حاجه مبلوكياني، تيقول لك انا ديري لي السحور، شي تيقول لك انا مريض نفساني، شي تيقول لك انا ما عرفتش امكانياتي هذه محدوده. والله اخي الكريم لو كان التفضيل الله عز وجل فضلنا على باقي المخلوقات، ما كاينش شي مخلوق في الكون احسن من الانسان، احسن منك انت كنتكلم عليك انت. لو كان التفضيل بالقوه لكان الاسد، لو كان التفضيل بالسرعه لكان الفهد، لكان التفضيل بالجمال لكان القمر والشمس، لو كان التفضيل بالاختراق لكان الجن. لكن فضل الله عز وجل باقي الانسان على باقي المخلوقات بنعمه العقل. الله عز وجل عطاك واحد الغرام ديال الذهب، هذاك العقل راه انت راك انسان، راه اش كتساوي انسان؟ جسد وروح وعقل. راه شوف معايا، راه خاصك ضروري تخدم عقلك. راه عطاك الله عز وجل 150 مليار خليه عقليه، 150 مليار خليه عقليه، راه خاصك تعرف شنو المفهوم ديالها. راه عندك واحد الانتر كونيكسيون في عقلك، راه تقدر دير بها المستحيل ديال المستحيل. وكل واحد راه عنده علم خاص به في الكون. ثق بيا راه ما تكونش انت ضمن المخططات ديال واحد الناس اللي باغيين يصنعوا النجاح في حياتهم وانت كيستعملوك وكيستخدموك وكتسحب راسك بان في الصح راه ما كاين ما يدار. والله سيدي لا كاين ما يدار، ثق بيا كاين ما يدار. كاين ما يدار. خاصك تعرف بان عندك واحد لومبرانت اللي ما كتشبه حتى شي واحد، بمعنى عندك علم خاص بك، عندك شي حاجه اللي ما عند حتى شي واحد مهما كانت الظروف. غير انت بقى فين؟ في سقف الممكن، ما تمشيش لسقف التطلعات انك راه ما عرفتش شنو باغي تصنع. لا، اللي قدرتي ديرو فيق اخويا. ما تقدرش تنعس مع 10 ديال الليل، نعس مع 10 ديال الليل. ما تعرفش انك ما تبقاش تستعمل الفيسبوك ولا ما تستعملش الواتساب ولا شي حاجه كتضيع وقتك، ما عندك ما دير بها. واش انت ما تعرفش انك تحيد مثلا واحد شي حاجه فيك، شي انحراف سلوكي ما تعرفش تحيده كيف ما كان؟ لا، راه انت اللي تتحكم في راسك، ما كاينش شي واحد غيحيدو لك. بمعنى انت راه قادر انك دير اي حاجه. وانا تنقولها بكل ان اي كون، اي علم، اي حاجه في الدنيا كيف ما كانت حققها كل شيء يحققه شخص ما في الكون، بامكان اي شخص ان يحقق الشيء ذاته. فراه باش كاين بالاصرار، تفاؤل، الايجابيه، وحاول ما امكن انك تقلب على راسك. شوف ما تبقاش برا، راه العالم الداخلي اكبر بكثير من العالم الخارجي، والله كبير بزاف. يعني اي حاجه احتاجتيها في الدنيا باش انك تبدا حياتك وتبدا انك باش توصل لذاك الشيء اللي بغيتيه، والله اخو لكن في العالم الداخلي. عارف كيفاش تبقشش؟ وثق بيا ان راه الوحيد ولا المنقذ الوحيد باش انك انت تكون هذاك الشخص اللي بغيتي، راه قلت لك شوف في المرايه وغادي يبان لك شكون. اذا بغيتي انك تملك الغابه فكن بحال الاسد. الافتراس، نستخدم الافتراس بالمفهوم الايجابي. اذا بغيتي انك انت تكون بحال الفرس اللي يركبك الملوك، خاص السرعه، ولكن عندك تكون بحال الحمار اللي تبلد فركبه العبيد. شباب حاول ما امكن انكم تفكروا في الشيء اللي قلت لكم، ودائما لا تنسوا ابدا اننا نحبكم في الله وانتم رائعون. ما تبخلوش علينا بلايك، وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو. والسلام عليكم في كابسول واحده اخرى، الى اللقاء.